الجزائرية كيليان مور تفوز بأول ذهبية أصبرتشو في الجمباز للجزائر وإفريقيا، ولأول مرة من 12 سنة من 2012 نهار مخلوفي جاب الذهبية للجزائر في ألعاب القوى. راهي رجعت كيليان مور وجابت لنا الميدالية الذهبية في الجمباز. الجزائر تحصل على أول ميدالية ذهبية في الجمباز في التاريخ خوتي، مبروك عليها، ولعقب الإيمان خليفو سجاتي والبقية يشرفونا ويجيبونا الميداليات. 1 2 3 في فالاجيري. كيليان مور كانت في منافسة صعيبة مع الصينية اللي كانت تحتها ديراكت. راح كيليان مور دارت عرض خيالي خوتي وقدرت تفوتها وتحصل على نقاط كبيرة 15.70. كيليان مور الآن تعتبر الجزائرية الأولى خوتي في التاريخ اللي تربح ميدالية في الجمباز. مبروك عليها، وإن شاء الله تزيد تشرفنا العوام الجايين وتدي ميداليات أكثر فأكثر.